السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وحشتوني جدا. اهلا وسهلا بيكم. فيديو النهارده ان شاء الله هنسلم فيه الميل وورم لاصحابه اللي هم كتبوا لنا في التعليقات ان هم عايزين ميل وورم، وانا قلت من البداية ان لو التجربة دي نجحت فانا هوزع كل اللي هيطلع منها مجاني للناس اللي عايزاه. وفعلا التجربة نجحت وطلع منها دود صغير ميل وورم، فان شاء الله احنا هنسلمه للناس اللي كتبت في اول فيديو ان هي عايزه ميل وورم. واللي كتب هم كانوا 6، والستة هيطلع الكومنتات بتاعتهم دلوقتي قدامكم على الشاشة. خلاص الستة دولت ان شاء الله يا جماعة يتواصلوا معايا على الواتس. رقم الواتس هيطلع دلوقتي، يتواصلوا معايا وان شاء الله يستلموا الميل وورم. انا هقسم اللي هيطلع ده عليهم. تعالوا بقى شوفوا الميل وورم اللي هيتقسم عليكم. كاميرا تقترب، كاميرا تقترب. بصوا يا جماعة ما شاء الله، واضح ان هو كتير جدا. بصوا كده، شايفين الحركة ما شاء الله عاملة ازاي؟ بصوا ما شاء الله، كل اللي بيتحرك ده ما شاء الله ميل وورم. بص كده بصة كمان، شايفين ما شاء الله كل التحركات دي ودي ودي ودي، ده ما شاء الله كله ايه ميل وورم. بس في خيال جاي هنا، الفلاش يشتغل احسن. شايفين يا جماعة ما شاء الله. تعالوا نمسك واحدة كده. بصوا يعني ما شاء الله هما كتير اهو. بصوا اي واحدة منهم اهي. طبعا انا هسلم لكم الميل وورم ده بس اما يكبر شوية عشان اعرف اعد واقسمه عليكم. يعني ممكن اسلمه كمان اسبوع مثلا، ممكن اقسمه كمان 5 ايام، هو على حسب يكبر بس واعرف اعده ايه هيبقى. هيكبر في قد ايه، في 5 ايام ولا في اسبوع، وهكذا يعني. بس تتواصلوا معايا من دلوقتي عشان ان شاء الله ايه نرتب مع بعض التسليم. ما شاء الله، ما شاء الله كتير اهو ما شاء الله. تمام، ده البوكس ده هو اللي انا ان شاء الله هوزعه على الستة اللي طلبوا مني الميل وورم. وانا طبعا مبسوط جدا ان حاجة زي دي هتنتشر يعني، وان شاء الله تعالج ازمة نقص البروتينات. طيب نصور بقى احنا ايه البوكسات اللي عندنا دي. بصوا يا جماعة، احنا عندنا دي بوكس 2 3 4 5. ايه بقى موضوع البوكسات دي؟ البوكس ده اللي الخنافس بضته بعد البوكس ده، وده ميل وورم اصغر من التاني. ده برضو هنا في ميل وورم صغير، لان انتوا عارفين ان انا قلت الخنافس ايه مرتين. المرة الاولى هما كانوا هنا، والمرة التانية كانوا هنا. ودلوقتي الخنافس بيعملوا ايه دورة ميل وورم تالتة هنا اهو. بيعملوا دورة ميل وورم. طبعا هما ما شاء الله كتير، بس هما بيحبوا ايه يدفنوا نفسهم تحت. بصوا بيحبوا هما ايه يدفنوا نفسهم تحت الحاجات دي. خلاص هما دلوقتي بيعملوا ان شاء الله دورة تالتة. قدامهم هنا 4 ايام كمان وهشيلهم وابدأ انقلهم وهكذا. فطبعا كل اسبوع انا هيزيد عندي واحدة من دي للميل وورم كل اسبوع. طيب نبص هنا، دي الشرانق اللي عندي 2 4 6 8 شرانق. وده اعتقد دول اخر 4 دودات يعني، بتهيألي ثواني كده. دي 5 دودات، اخر 5 دودات اهم. اخر 5 دودات بيتشرنقوا وكده. هيبقى مرحلة، لا 6 تصدقوا 6 اهو. وبعد كده خلاص هيبقى مرحلة الايه الدود دي انتهت. بس انا مش هطول عليكم الفيديو ده. بس الناس ان شاء الله اللي هتستلم الميل وورم ده، هي لما هتستلمه ايه اللي المفروض تعمله. طبعا لو اتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي هيعرفوا هم المفروض يعملوا ايه. بس باختصار شديد يا جماعه، انتوا هتستلموا الميل وورم، هتحطوه في شويه رده. انا هديلكم الميل وورم بتاعكم بشويه رده. انتوا هتاخدوه بس هتتابعوه كل 3 ايام. تحطوا له حته جزره صغيره او حته بطاطا صغيره او حته بطاطس صغيره لحد ان شاء الله ما يبدا يتشرنق. اول ما يتشرنق افصلوا الشرانق عن الدود، ولما الشرانق تفقس او تطلع الخنافس افصلوا الخنافس
عن الشرانق، خلوا كل حاجة لوحدها. واول ما الخنافس ما تطلع اسبوع وانقلوها في مكان تاني، واسبوع وانقلوها في مكان تاني، عشان هي كل اسبوع بتكون هي باضت، بحيث ان الاعمار تبقى متقاربة. ده كده باختصار شديد اللي انتوا هتعملوه. بس انا مش طول عليكم الفيديو بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل ما هو جديد. وان شاء الله الفيديوهات القادمة هيكون في الداك ويد والازولا والريد ويجلر والتايجر وورم، هيكون في حلول تانية مع، يعني انا هفضل شغال تجربة الميل وورم دي مش هوقفها، ولكن هبدأ ادخل حلول تانية برضو لبدائل الاعلاف. المهتم يتابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.